السلام عليكم. فكره كده من غطيان الازايز جاتلي وقلت هنفذها، وجمعت شويه الغطيان ديت وجيت انفذ معاكم الفكره واقول لكم وتقولي لي رايكم. لو هتنفذوها عجبتكم تقولي لي رايكم. ما تنسوش هبدا اخد الغطيان والزقها كده في بعض، وطبعا معايا حته دانتيل، ولو ما عندكش حته الدانتيل اللي موجوده ديت معايا في الفيديو تقدري لو عندك اي قماشه تانية هاتيها. ولو مش عندك قماش خالص ولا دانتيل هقولك على فكره كمان تالتة تقدري تستخدميها للغطيان مع الغطيان. يعني زي ما انت شايفه كده بلزق كل غطا في التاني على حسب الطول اللي انا محتاجاه. لزقت الغطيان الزرقاء مع بعضها، وهبدا اخد الغطيان الصفراء والزقها هي كمان مع بعضها بالشكل ده، كل واحد ظهر التاني. واخر واحده هسيبها مفتوحه باصه لفوق، ما يبقاش ظهرها هو اللي في الاخر، لا يبقى وشها هو اللي ظاهر. زي ما انتوا هتشوفوا كده اخر واحده هتبقى مفتوحه الغطا بتاعها لفوق. هاخد الدانتيل وهلزقه على الغطيان من بره كده، ولو عندك قماشه هتبقى احلى لان الدانتيل كمان شفاف فبيبين لون الغطيان. عشان كده لو لزقت الغطيان الزرقاء مع بعضها والغطيان الصفراء مع بعضها عشان الدانتيل لما يبين يبقى كده اللون متناسق ولون واحد، مفيش يعني لون اصفر واخضر واصفر قصدي. زي ما انت شايفه كده هلزق الدانتيل داير ما يدور، وزي ما انت شايفه كده شفتيني لزقت الخيط اللي فوق دوت في الغطا من فوق. هتشوفوا دلوقتي لزقته ليه. خلاص كده لزقت الدانتيل من بره في الغطيان الاولانيه الزرقاء، وهلزق برضو الدانتيل في الغطيان التانية الصفراء. خلاص كده لزقتهم. هنا بقى انا خلاص الاتنين حجمين عجبوني وهم دول الكمية اللي كانت عندي فعملتهم بالشكل ده. وهاخد الشمع اللي انا سيحته وهنزله في الغطيان من فوق. لو ما عندكيش بقى شمع وما عندكيش الفكرة اللي انت عايزة تعملي سيحي شمع وتحطيه من جوه، انت مش حابه تسيحي شمع وتلزقي شمع وخرز وحاجات من دي، ممكن تسيبيه من غير خرز خالص وزي ما انت شايفه كده الدانتيل وبس. ولو مش حابه تحطي شمع من فوق وتنوري وتعملي اللي انا عاملاه دوت، ممكن تجيبي ورد وتحطي في كل واحده ورده، ويبقوا التلاتة اصغر في اكبر في اكبر اكتر، ويتحطوا كلهم في مكان واحد، هيدي منظر حلو قوي. وحاجه بسيطه من الغطيان عملتي فكره ما كلفتكيش حاجه. وزي ما قلت لك مش لازم زي ما انا عملته شمع فانت تعملي شمع، انت ممكن تحطي اي منظر من فوق ويبقوا التلاتة جنب بعض، كل واحدة فيهم وردة وجنب بعض كده هيدوا منظر حلو. انا اديتك الفكرة الغطيان تتلزقوا في بعض، انت بقى عليكي الفكرة ايه اللي ممكن تحطيه جوه الغطا وتحطيه كمنظر عندك وتقدري تستخدمي بالشكل اللي انت محباه. وبس كده شاركت معاكم الفكرة البسيطة ديت، وقولوا رأيكم واشوفكم في فيديو جديد وسلام.